بيبدأ فيلمنا براجل عجوز عايش في بيت معزول في الغابة من وقت طويل جدا، ودخل الغابة دي من أكتر من 20 سنة، وده علشان يدور على بحيرة سحرية المية بتاعتها بتداوي أي جرح. ولأن مراته خانته فقرر إنه يشرب من مية البحيرة دي علشان تداوي جرحه. ومن الوقت اللي دخل فيه الغابة بدأ يسمع صوت بينادي عليه، وفضل يمشي ورا الصوت لحد ما وصل للبيت اللي هو عايش فيه دلوقتي، وما خرجش من الغابة من ساعتها. وفي يوم بيصحى الراجل العجوز وبيدور على راسكال الكلب بتاعه، وكل شوية بيهرب منه، ولكن في آخر كل يوم بيرجع للبيت مرة تانية. فبيفضل ينادي على راسكال على أمل إن هو يلاقيه زي ما بيعمل كل يوم، لكن مش بيلاقيه في اليوم ده. فبيفضل يدور عليه في كل مكان لكنه برضه مش بيلاقيه. فبيدخل للبيت مرة تانية علشان يبدأ يومه، ولما بيكون بيحضر الفطار بيفضل يتوعد لراسكال إن هو هيقتله أول ما يلاقيه، وكمان هيحنطه ويعلقه على الحيطة زي ما عمل مع القطة بتاعته. وفي الوقت ده بيسمع صوت خبط على الباب، وبيحضر البندقية بتاعته وبيروح علشان يفتح الباب، وبيكون متوتر وخايف جدا، وده لأنه من مدة طويلة قوي محدش خبط على الباب بتاعه. فبيشك إن ده حرامي وعايز يقتله ويسرق البيت بتاعه. ولما بيفتح الباب بيكتشف ان اللي كان بيخبط شخص واسمه جو، وجو ده بيكون تايه في الغابة وبيدور على اي حد ينقذه، وبيكون عايز العجوز يساعده ويرجعه لطريقه مرة تانية. واول ما لقى بيت العجوز قرر ان هو يلجأ له علشان ينقذه، لان هو البيت الوحيد اللي موجود في الغابة. ولكن العجوز مش بيصدق جو، وبيقول له ان هو مجرم وبيتهجم على البيت بتاعه، او ممكن تكون مراته اللي خانته هي اللي بعتاه علشان يقتله. لكن جو بيحاول يثبت له ان هو شخص طيب، وان هو مش ناوي يقتله ولا يسرق البيت بتاعه، واصلا ما يعرفش مين مراته. فبيبدأ العجوز يستجوبه علشان يتأكد ان جو شخص طيب ومسالم. فبيسأله عن سبب دخوله الغابة من الأول، خصوصا ان هي منعزلة عن العالم الخارجي ومعروف عنها ان هي خطيرة جدا. فبيقول له جو ان هو كان متعود يصطاد مع ابوه من وهو صغير، وده بيكون في نهر قريب من الغابة. ولان هو بيمر بظروف سيئة بعلاقته مع مراته، فقرر ان هو يروح لرحلة صيد علشان يتخطى مشاكله. واثناء وجوده عند النهر ده قرر ان هو يتمشى شوية، ولكنه تاه في الغابة ومش عارف يرجع لطريقه تاني. ولما لقى بيت الراجل العجوز ده جه خبط على الباب علشان يطلب منه مساعدة. وعلى الرغم من صدق كلام روز إلا إن العجوز بيفضل شاكك فيه، وبيكون حاسس إن هو ناوي يأذيه. فبيوعده جو إن هو مش هيأذيه، وبيقول له كمان إن هو مش قاتل ولا مجنون زي ما هو فاكر. فبيطلب العجوز من جو يخلع الشنطة بتاعته علشان يفتشها. ولما بيفتش الشنطة بتاعته بيلاقي فيها سكينة صغيرة. فبيسأله العجوز ليه شخص مسالم يشيل سكين. فبيقول له جو إن هو محتفظ بيها علشان لو اتعرض لأي خطر في الغابة يقدر ان هو يحمي نفسه. وعلشان يثبت له ان هو شخص طيب ومسالم بيوافق ان هو يسيب له السكينة لحد ما يجي يمشي. ولما العجوز بيروح علشان يحتفظ بالسكينة بعيد عن جو بيستغل ان العجوز مش مركز معاه وبيحاول يهرب من البيت بسرعة. ولكن بيلاحظ العجوز جو وهو بيهرب، فبيضرب عليه رصاص من البندقية بتاعته. فبيقف جو في مكانه لان الرصاصة كانت هتقتله. فبيروح له العجوز في الوقت ده وبيسأله عن سبب محاولته للهروب. فبيقول له جو ان هو كان بيحاول يهرب لانه خايف ان هو يقتله. فبيوعده العجوز ان هو مش هيقتله، وبيبرر له طريقته المريبة دي بان هو بيخاف من الناس الغريبة لانهم ممكن يقتلوه او يسرقوه. فبيتفقوا هما الاتنين ان كل واحد فيهم يكون مسالم مع التاني لحد ما تنتهي العاصفة اللي موجودة في الغابة ويمشي جو بسلام. وطبعا هيسيب العجوز في البيت بتاعه لوحده. ويبدأ يحكي العجوز لجو عن راسكال الكلب بتاعه وانه هو بيهرب منه كل يوم، وبيشرح له على طريقته في المخاطر اللي بيقابلها في الغابة. وبيقول له ان هو موجود في نفس البيت ده لأكتر من 20 سنة، لدرجة ان هو نسى الحياة بره عاملة ازاي. وبيحكي له بانه هو قرر يعيش في البيت ده بسبب مراته، لكنه بيرفض يحكي له اي تفاصيل عن خيانتها. وبيقول له ان هو كمان بطبعه بيخاف من الناس الغريبة، علشان كده هو مبسوط بحياته في الغابة. وبيتريق على جو لانه جبان. وبيقول له ان الجيل الصغير بيكونوا زيه على عكس الاجيال القديمة اللي اتربت بطريقة قاسية واللي خلتهم اقوياء وما بيخافوش من اي حاجة. وبيعزم عليه بكوباية قهوة فبيوافق جو، ولكنه بيلاحظ ان العجوز حياته مقززة جدا لدرجة ان المية اللي بيعمل منها القهوة لونها اسود وملوثة جدا. ولكنه مش بيعلق على اي حاجة لانه بيكون خايف من رد فعل العجوز. وبعد ما بيخلص تحضير القهوة بيقعد قدام جو وبيقترح عليه ان هما يتكلموا لتاني يوم علشان يسلوا نفسه. وبيبدأ يحكي له عن سبب كرهه لموظفين المبيعات، وبيقول له انهم مخادعين جدا وبيبيعوا المنتجات بتاعتهم علشان يحققوا اكبر ربح ليهم ومش بيهتموا بالعملاء بتوعهم. وبيقول له كمان بان هو كان شغال موظف مبيعات الكلام ده وهو صغير، لكنه قرر يسيب الشغل
الشغل لما حس انه مش بيقدم اي مساعدة للعملاء بتوعه، وبيبدأ يحكي له عن موظف مبيعات كان بيحاول يبيع له كتب الانجيل، وبيقول له ان الشخص ده كان بيحاول يضحك عليه لكنه في الحقيقة ما كانش مقتنع باللي بيبيعه. وعلشان يتأكد من ان الموظف ده صادق في كلامه دخله بيته وعزم عليه بقهوة وحط له فيها منوم. فبيقلق جو لان ممكن يكون حاطط له في القهوة بتاعته منوم، لكن العجوز بيلاحظ وبيطمنه وبيقول له بان المنوم اللي كان عنده خلص، ده غير ان هو وعده ان هو مش هيأذيه. وبيكمل حكايته وبيقول له ان هو حاول بكل الطرق ان هو يتأكد من صدق موظف المبيعات، فاستنى لما الموظف يروح في النوم وبعدين ربطه في الفرن وفضل سايبه مربوط في الفرن لحد ما جزء كبير من جلده اتحرق. وفي الوقت ده كان بيحاول الموظف ان هو يستنجد بالاله وبيطلب منه ان هو ينقذه، فمعنى كده ان هو مؤمن وان هو صادق ومقتنع باللي بيبيعه، وده خلاه يمشيه. ومن بعدها الموظف ده مرجعش للبيت مرة تانية. فبيضحك جو على القصة ولكن بيفضل شاكك في صدق العجوز ان هو ممكن يمشي الراجل ده، وخصوصا ان في شنطة جلد موجودة على المخزن اللي في بيت الراجل العجوز، ده غير ان في جزم موجودة في البيت وباين على مقاسها ان هي الشخص اكبر من وزنه. ولكنه مش بيعلق على كل ده وبيقرر ان هو يجاري العجوز، وده لحد ما يمشي من البيت تاني يوم. ولكنه بيفضل باصص على السكينة بتاعته لانه بيفكر في الوقت ده ان هو ياخدها ويهرب. وبيلاحظ العجوز في الوقت ده ان جو متوتر شوية، وده بيكون بسبب الحكاية اللي هو لسه قايلها له. فبيقترح على جو ان هم يشربوا مع بعض علشان يحاول ان هو يهديه شوية وينسى قصة موظف المبيعات. وبيبدأ العجوز يحكي له عن الخمرة اللي هم بيشربوها وبيقول له ان دي تركيبة خاصة بيه، وبيفكر جو بانه وعده ان هو مش هيأذيه، وبيطمن جو لانه لسه خايف. فبيحاول جو يطمن وبيبدأ يحكي للعجوز عن قصته هو كمان، لان الوقت لسه طويل والعاصفة اشتدت في الغابة وده مؤشر ان هو هيفضل مع العجوز مدة اطول. فبيقول له ان هو من مدينة اسمها نيو ألباني وكان متعود وهو صغير يروح مع باباه في رحلة صيد للنهر، وده بيكون النهر القريب من الغابة. وبيبدأ يحكي له عن مراته اللي اسمها جيني وبيقول له ان هو بيحب جيني من وهم اطفال صغيرين وفضلوا مع بعض لحد ما اتجوزوا. ولكن بعد فترة من جوازهم بدأت علاقتهم تبقى سيئة، وده أثر على علاقتهم بشكل كبير جدا وخلاهم يفكروا في انهم يبعدوا عن بعض. وبيقول له ان هو في يوم من الايام اكتشف خيانة جيني ليه وقرر وقتها ان هو يقتل جيني والشخص اللي خانته معاه. فبيقول له العجوز بانه مر بنفس الموقف ده لما اتخان من مراته، وقرر برضه وقتها ان هو يقتلها هي والشخص اللي خانته معاه. ومن وقتها وهو عايش في البيت لوحده وعنده حالة خوف من الناس الغريبة. فبيتأثر جو جدا بكلامه لدرجة ان هو كان هيعيط. فبيحاول العجوز انه يهديه وبيبدأ يسأله مرة تانية عن الطريقة اللي اكتشف بيها بيت العجوز لان هو بعيد جدا عن المدينة. فبيقول له جو ان هو كان في رحلة الصيد اللي قاله عليها وقرر ان هو يتمشى على الشط علشان ينسى حالته النفسية السيئة واللي بتكون سببتها له مراته. وفضل يمشي مسافة كبيرة جدا لحد ما بدأ يفقد الإحساس بالوقت والمكان، ووصل لحد جبل موجود قريب من الغابة. وأول ما وصل قريب من الجبل بدأ يسمع صوت غريب كأنه بينادي عليه. ففضل ماشي ورا الصوت ده لحد ما شاف منخنة بيت العجوز. فقرر وقتها ان هو يطلب منه المساعدة علشان يرجعه لطريقه مرة تانية. فبيستغرب الراجل العجوز من كلام جو لأنه من أكتر من 20 سنة وصل لنفس المكان بنفس الطريقة، بس الفرق ما بينهم ان هو كان بيدور على البحيرة السحرية. فبيبدأ يحكي له عن البحيرة السحرية وبيقوله ان هي بحيرة أسطورية مشهورة، وده كان عند قبيلة قديمة في الهند، والقبيلة دي كانت بتنقل أساطير البحيرة السحرية بينهم، ولكن محدش قدر يوصلها في الحقيقة أو حتى قدر ان هو يحدد مكانها. فطلعت أسطورة تانية وقتها بتقول ان الحيوانات بس هي اللي بتقدر توصل للمكان ده، ولكنه قرر بانه لازم يوصل للبحيرة دي علشان يقدر يتعالج من الجرح اللي سببته له مراته. وبعد محاولات كتير منه علشان يحدد المكان ده قدر في يوم من الأيام يسمع صوت كأنه بينادي عليه، وفضل ماشي ورا الصوت ده لحد ما وصل للبحيرة. ووقتها شرب من المية بتاعة البحيرة علشان يتعالج، ولكنه بمجرد ما شرب منها فقد الوعي. ولما فاق كان في قط، والقط ده كان متوحش وكان عايز يقتله، ولكنه قدر ان هو يروض القط ده وخده معاه علشان يربيه. ولكن القط بعد فترة قرر ان هو يهرب، فقرر العجوز ان هو يقتله، وبعدها حنطه وعلقه على الحيطة، وده علشان يكون عبرة لباقي الحيوانات اللي هتفكر تهرب منه. وبعدها بفترة من تحنيطه للقط حس بالوحدة لانه قاعد في الغابة دي كلها لوحده ومش عارف اصلا طريقة للخروج منها، لحد ما في يوم لقى راسكال وحب راسكال جدا وتعلق بيه، ومن وقتها وهم عايشين مع بعض. ولكن كل يوم راسكال بيهرب منه وبيقرر يرجع له اخر اليوم، وعلى الرغم من هو بيفكر يقتله ويحنطه زي القطة لكنه متعلق بيه جدا وبيكون مش عايز يفضل وحيد مرة تانية، علشان كده ما بيقتلوش. فبيقول
وبيقوله جو ان هو متعاطف معاه جدا وبيفكر يفضل عايش معاه علشان ما يكونش وحيد مرة تانية. فبيشكره العجوز وبيقوم علشان يزود الحجر اللي في الدفاية لان الجو بيكون برد، وبيحاول يدور على اي حاجة عنده في البيت علشان ياكلها. فبيستغل جو ان العجوز مش مركز معاه وبياخد السكينة بتاعته وبيهرب. ولما بيسمع العجوز صوت خبط على الباب بيطلع علشان يشوف ايه مصدر الصوت ده، ولكنه مش بيلاقي جو، وبيلاقي شخص غريب بيناديه براسكال اللي هو اسم الكلب بتاعه، وبيبدأ يهاجمه لانه هرب منه زي كل يوم. وبنفهم هنا ان راسكال بيقدر يتحول لبشر او كلب، وبيهرب من العجوز كل يوم علشان يدور على اكل ليهم، وبيجيب ميه من البحيره السحريه للعجوز علشان يداويه. وفي الوقت ده بيسأل راسكال العجوز عن جو وبيقوله ان هو شخص كان تايه في الغابه. فبيعرف العجوز ان راسكال كان وهم وان مفيش حد اسمه جو، فبيهاجمه لانه ضعيف وبيقوله ان مراته كان عندها حق ان هي تكونه لانه شخص جبان، وبيديله الميه السحريه علشان يشربها. وبيقوله انه لما يشرب الميه دي هيقدر يفهم الحقيقه. وبمجرد ما بيشرب الميه السحريه بيدخل راسكال في صندوق خشبي موجود في نص الصاله، واول ما بيدخل الصندوق بيطلع منه على عالم تاني بعيد عن الغابه، وبيكون ماشي في مقر فخم شبه القصر ومتعلق على جدران صور لجيني وجو. وده لان جو في الحقيقه هو نفس الراجل العجوز، ولما اكتشف خيانه مراته جات له صدمه فهرب بعدها للغابه علشان يدور على البحيره السحريه. ومن وقتها وهو عايش في الغابه لوحده، وبيجيله تهيؤات ان في ناس وحيوانات عايشه معاه، فبيبني في خياله صور لشخصيات خياليه مش موجوده في الواقع علشان يقدر يتواصل معاهم ويضيع الاحساس بالوحده زي جو وراسكال والقط. ولكن الشخصيات دي في الحقيقه مش موجوده، وهو بيتخيلها علشان ما يحسش بالوحده. وفي اخر الممر بيلاقي اوضه، ولما بيدخل الاوضه بيلاقي نفسه في بيته اللي في الغابه، وبيشوف قدامه جثه جيني اللي هي مراته واللي هو قتلها، وده بيكون بسبب خيانتها ليه. وبيحاول يترجى جيني ان هي تسامحه، وبيطلع بيتخيل وجودها ولكنها اصلا مش موجوده في الواقع. وفي الوقت ده بتختفي جثه جيني، وبيظهر راسكال اللي بيهاجم العجوز بسبب ضعفه، وبيقوله ان هو شخص جبان ومش قادر يواجه الحقيقه، وعلشان كده بيتخيل وجود شخصيات معاه. وبعدها بيقول العجوز ان هو هينام لان اليوم كان متعب جدا على شخص ضعيف زيه، وعلشان الميه السحريه مفعولها يشتغل. وبينام العجوز في سريره وبيكون تعبان جدا من الاحداث اللي حصلت طول اليوم. وتاني يوم بيصحى العجوز من النوم وبيبدا يعيد نفس الحاجات اللي عملها قبلها بيوم واللي متعود يعملها كل يوم. وبكده يكون فيلمنا خلص، ويا رب الملخص يكون عجبكم. ولو انتوا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا كومنت وشير، ولو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده.